السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نيجي نقول حكومة ودولة يعني نتائج وأرقام. وقبل ما نخش في الحلقة حابب أقول أنا أول مرة أكون معاكم مباشر على الكاميرا الأمامية، وده يعني كانت فكرة كده إن إحنا نناقش بعض التعليقات اللي وصلتني، وكان من أبرزها تعليقين هم دول اللي حبيت أعمل لهم حلقة في حوالي دقيقتين أو 3. كان التعليق الأول الغلاء الكبير اللي حصل دلوقتي، والتاني عن الجيش وإن هي مؤسسة ما لهاش دعوة بالقطاع الخاص وكده. فخليني ناخد النقطة الأولانية اللي هي بتتكلم عن الغلاء. النهاردة مواد البنا يا جماعة غليت بطريقة فظيعة، وكأننا كحكومة استغلينا الحرب اللي دايرة بين غزة وبين إسرائيل ورفعنا الحاجات. وهي كل دول العالم ملهية، مش المصريين بس، يعني ملهيين او هتيجي على المصريين وما يتلهوش في الموضوع ده. وغليت بطريقه فظيعه، يعني لو كان مثلا الاسمنت ب 3000 جنيه اصبح ب 6 و7. لو كان الطوب ب 1000 جنيه بقى ب3، يعني ما بقاش ب 1200، ما بقاش ب 1300 و500، لا ده بقى من 1000 ل3. فغليت بطريقه بسيطه، وده بسبب نزول الجنيه المصري. احنا مش عارفين، احنا الجنيه المصري بالمره 70 ينزل يمكن. فأنا بس حابب أوجه كلامي كمان على السريع كده للحكومة وللرئيس وللدولة وللجيش وكل المؤسسات اللي هي بتتعامل مع الجنيه المصري، وأقول يا جماعة فعلا ارحموا الجنيه شوية. أو أنا نفسي إن أنا أشوف الجنيه 3 شهور على بعض بس ما بينزلش. يعني هو كان في عهد الرئيس مرسي، الرئيس مبارك، الرؤساء السابقين ممكن يقعد بال5 سنين بلاش يطلع، بس على الأقل ثابت. لكن في عهد حضرتك يا ريس مفيش 3 شهور على بعض غير وفي نزول للجنيه المصري بتاعنا. مش فاهم طبعا. وده هيودينا للسؤال التاني بتاع الجيش، وإنها مؤسسة مستقلة وإزاي بتتعامل مع القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا كله بيشتكي من دخول الجيش على المنشآت، اللي هو مش أنا والله يا جماعة. أنا شايف إن أنا لما أبعت ابني الجيش، ابني أو أخويا أو ابن عمي، فأنا بعته يمسك السلاح بتاعه ويقف على الحدود يحارب. وده منطقي، يعني انا ده الكلام ده منطقي ان هو يمسك البندقية وده واجبه تجاه بلده ويقف يحارب زي الحرب اللي دايرة النهاردة بين غزة وبين اسرائيل. ما نشبعت ابني ابدا، بدل ما يمسك بندقية يمسك خيار ويبيع، ويا فندم الكيلو ونص بجنيه. او بعته يمسك ار بي جي ويشيله، مش يمسك قفص جمبري ويشيله ويبيعه. فأعتقد من أول الجيش ما توغل بطريقة مبالغ فيها. الحقيقة الجيش مؤسسة بالنسبة لي أنا أبوس ترابها، مش بس بحبها، لا لا، أبوس ترابها. جيش بلدي، لا أتشرف بيه. ولكن السياسة اللي أنا بتكلم عليها اللي هو ماشي الإنتاج الحربي نحترمه، نصنع طيارات، أسلحة، نطور زي الدول اللي حوالينا. ولكن إن إحنا ندخل في الجمبري والمكرونة والاستاكوزا والعنب والموز والكلام ده، هل شفنا خير من أول ما ده حصل؟ يعني الكلام ده حصل بالتقريب كده من 10 سنين، من أول الرئيس السيسي ما مسك. فالجيش توغل بطريقة كبيرة قوي في موضوع الجمبري والأسماك والمزارع هل يا جماعة شفنا عائد للكلام ده؟ يعني أنا في بداية الحلقة قلت حكومة ودولة يعني نتائج وأرقام. اديني نتائج، قول لي النتيجة كانت كذا، واديني أرقام قدامي واضحة عشان أبقى فاهم. الأرقام والنتائج بتقول نزول كل شهرين للجنيه المصري بطريقة فظيعة. بتقول تضخم غير عادي وغير مسبوق. بتقول فشل ذريع في السياسة المتواجدة النهاردة على الساحة المصرية. فأنا أتمنى يا جماعة إن أنا لما أبعت ابني الجيش يكون رايح يمسك سلاح ويحارب، أو يكون رايح يصنع طيران، أو يكون، لكن مش يكون رايح أبدا إن هو يربي شوية سمك، أو يزرع بطاطس والكلام الكتير اللي مش بنسمع عنه. لا ده حقيقي، يعني ده حقيقي من أصحابي ومن أولاد أصحابي ومن غيرهم وغيرهم وغيرهم. الجيش خد الموضوع ده في حتة تانية خالص. وطبعا بالتالي وبيقدم عروض، مش هنقول لا، والعروض دي طبعا بتنزل بالجنيه المصري أكتر ما هو نازل، وبالتالي القطاع الخاص بيشتكي، وبالتالي مفيش ضخ للأموال والاقتصاد هينضر والعوائد و و وعد لستة كبير. دي كانت حلقة على السريع حبيتني أجاوب فيها ولأول مرة في لقاء مباشر يعني على بعض الأسئلة اللي وصلتني. قبل ما أختم الحلقة أتمنى لشهدائنا في فلسطين وأخواتنا في فلسطين، وطبعا لا تزال الحلقات كتيرة بتنزل عن
ومجريات الأحداث اللي حاصلة في فلسطين. نتمنى تبني القرار بوقف إطلاق النار، ونتمنى لشهدائنا الجنة إن شاء الله وربنا يغفر لهم ويسامحهم، ونتمنى إن الإسرائيليين يتهدوا شوية، وإن نتنياهو تجيله غمة تزيحه. ويا ريت اللي مش مشترك يا جماعة في القناة يشترك فيها ويفعل جرس الإشعارات، ويتأكد إن هو مشترك ويفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك، ويعمل كلمة الكل كده على جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. سنة سعيدة علينا وعليكم، وده بس من باب التفاؤل إن هي سنة سعيدة علينا وعليكم. طبعا الأحداث اللي على الساحة بتقول النقيض، ولكن نحن إن شاء الله دايما متفائلين، فهنقول سنة سعيدة علينا وعليكم، وتصبحوا على خير.